ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. سحر محمد. هعمل معاكم بقى الجوانتيات المقاس الاكبر. طبعا احنا كنا عملنا جوانتيات لكذا سن، ده بقى للمقاسات الكبيرة اللي هي لو الايد ايه تخينة شوية ممكن بتلبسيه. على قد ما نقدر يا جماعة نصغر في الجوانتي عشان بيمط الصوف بيمط. هنا انا عامله بخيط الصوف الوانات في بعضها، مش جنجاه، لا انا عامله باللون الموف والروز والاوف وايت والفوشيا اهو بالمنظر ده كده. برضو عملتي برضو اللون البني دوت اهو جميل جدا، بني في نغمشة كده بسيطة في اوف وايت، شكله في منتهى الجمال. هعمل معاكم دلوقتي الايد التانية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي عايز يصغر بتصغري الابرة. انا الابرة معايا 3.5، انا اشتغلت ب3.5. عايزة تقللي طبعا لازم بتاخدي اللفة بتاعت الايد كده. الايه السلسلة بنعملها، انا بعملها اهو. دي غرزة ايه قفلان البداية، بتقفلي اهو الغرزة من تحت علشان السلاسل ما تفكش مننا. بتعملي كده اهو اهو لغاية لما ندخل الإبرة فيها، دايرة صغيرة لغاية ما ندخل الإبرة فيها. بنعمل ايه؟ انا هعمل 30 سلسلة اهو. كل واحدة بقى بتعمل على قد دوران الايد بتاعتها. انا الايد بتاعتي دورانها 30 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اهو بالمنظر دول كده. عملتهم 30 سلسلة. طبعا انا هعمل الجزء التاني ده اهو بالمنظر ده. بتعملي ايه؟ بتعدلي كده السلسلة بتاعتنا على الوش كده، بندخلها في أول سلسلة. ليه؟ عايزة أقفل بغرزة منزلقة أهي بالمنظر ده. طبعا ده الحتة اللي انت بتدخلي منها الإيد أهو. بعمل إيه؟ بطلع 2 سلسلة بالمنظر ده كده. خلاص 2 سلسلة. بنعمل ايه؟ في نفس اللي احنا طلعنا منها السلسلة، في بس الخيط بيبقى عامل شعرات كده اهو. بندخل تاني في نفس اللي احنا طلعنا منها، نعمل غرزة عمود بلفة اهي. خلاص في السلسلة اللي جنبها عمود بلفة نتنينا داير ما يدور عمود بلفة اهو بالمنظر ده كده اهو. على المعدول يا جماعة، على المعدول اهو عمود بلفة اهو. كله داير ما يدور عمود بلفة، ما نسيبش واحدة اهو. طبعا بصوا ماشيين اهو المنظر اهو. يا رب تكون الكاميرا موريها لكم اهو عمود بلف
بصوا شايفين العمود عامل ازاي؟ لازم تعدليها علشان تبقى ايه واضحة معاكي، الغرزة ما تبقاش مقلوبة اهو. انا طبعا ماشية معاكم السطر اهو كامل عشان يبان معانا بالمنظر ده كده اهو، كل اهو عواميد بلفة اهو. انا بس عشان الضوء ضارب في عيني اهو اهو، في كل اهو سلسلة عمود بلفة بالمنظر ده كده اهو. طبعا كل واحد الدوران بتاعت الايد بتاعته طبعا كل واحد مختلف عن التاني اهو. انا بعملها 30 سلسلة، انتي برضو بتقيسي الدوران بتاع الايد بتاعتك اهو. انا ماشية معاكم، طبعا في ناس بتتعلم معايا فبتبقى عايزة تعرف ايه واحدة واحدة مع بعضينا اهو. ما بسيبش اي فتحة في السلسلة بتاعتنا، لازم تدخلي فيها اهي بالمنظر ده اهو. هوريها لك، قربت طبعا للقفلان، ان اوريك هنقفلها ازاي مع بعض اهو. خلاص كده اخر اهي سلسلة اهو بالمنظر ده كده اهو، اللي انت بتدخلي منها الايد اهو. بتيجي في تالت سلسلة من فوق بنقفل اهو بغرزة منزلقة اهي بالمنظر ده كده. ده السطر الاول بالمنظر اللي احنا شايفينه، اللي انت تدخلي منها الايد. بعمل ايه تاني سطر؟ بطلع برضو ايه، خدوا بالكم بقى السطر التاني ده بطلع 2 سلسلة. الاتنين سلسلة دول ملناش دعوة بيهم. هعمل هنا بقى ايه، شايفين العمود ده اهو، باخده كده مع الاتنين اللي انا خدتهم واعمل عمود امامي اهو. طبعا احنا عارفين الامامي والخلفي. الخلفي بقى دلوقتي عملنا الامامي، الخلفي بتجيب الابرة من قدام العمود وتطلعيها كده اهي، شايفين اهو. ادي كده ده امامي اهو قدام اهو، الخلفي ورا. بلف الخيط الامامي، بجيب العمود قدام الابرة اهي، شايفين بالمنظر ده. الخلفي بخلي الابرة قدام العمود، واحدة ورا العمود وواحدة قدام العمود اهو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا بعمله ايه، عمود امامي وعمود خلفي. بعمل 4 اسطر عمود امامي وعمود خلفي بالمنظر ده. شوفوا طبعا الغرزة مختلفة خالص اهو. ده عمود امامي فوق العمود الامامي امامي، فوق العمود الخلفي خلفي. بعمل 4 سطور طبعا اهو بالمنظر ده كده اهو. هتبقى معانا بالمنظر ده. هعمل يعني يعتبر 5 أسطر عمود أمامي وعمود خلفي.
طبعا هنبقى نكمل ده، وفي فيديو جديد ان شاء الله هنبدأ نعمل الغرزة بتتعمل لي ازاي. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.